السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شباب، صباحكم جميل يا أبطال. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم أبطال وبطولات. أبطال وبطولات قناة بتهتم بالرياضة والأبطال في كل أنواع الرياضة. إن شاء الله هتلاقوا فيها تربية جوارح، هتلاقوا فيها جيمنازيوم، هتلاقوا فيها بادي بيلدينج، هتلاقوا فيها إكروبات، هتلاقوا فيها كرة قدم، هتلاقوا فيها سلة، طايرة، كل الرياضات اللي ممكن نحبها ونتفرج عليها إن شاء الله قناتنا مهتمة بيها وتعرضها. وكمان ممكن نعرض بطولات وابطال في حاجه غير الرياضه. خليكم معانا وتابعونا وان شاء الله هتجدوا كل جديد وفريق. لو حضرتك مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس وان شاء الله ستجد ما يليق بيك. امبارح تم طرح 20,000 تذكره تاني، وفي لغز كبير بقى في موضوع طرح التذكره. ليه التذاكر ما بتتنزلش غير لما يكون خدمه عملاء تذكرتي خلصانه او وقفت او انتهى مثلا وقت اللي هو الرد بتاعهم؟ ناس كتير حساباتها بتقف، ناس كتير بيتعمل لها بلوكات على فوري وغيره، ناس كتير بيحصل لها لخبطه في الحسابات من ضغط الناس اللي بتحاول تحجز. فتلاقي ناس كتير يا اما بيضيع التذاكر بتاعتها، يا اما ما تعرفش تحجز، يا اما بتتلخبط وتتاخر. يعني في ناس كانت عايزه تعمل ثالثه شمال فضلت تتاخر والموقع يعلق معاها لغايه لما حاجه من اتنين، يا اما تحجز ثالثه يمين يا اما ما تحجزش خالص. انا واحد من الناس في ماتش سيمبا جيت اسجل واعمل تسجيل التذكره واخد تذكرتي، لقيته قالوا لي لا ده انت لازم عشان تاخد التذكره لازم تدفع تجديد اشتراك، مع ان انا لسه مجدد اصلا الاشتراك وعامل اي دي جديد من الماتش اللي قبله ماتش سان جورج. فهي احيانا كده موقع تذكرتي بيعمل حاجات غريبه، وده لغز كبير غريب. مره نزلت تذاكر الساعه 1 بالليل يكون اصلا الناس بتوع فوري اللي هم اصلا الناس اللي عندهم مكان فوري عشان الناس تسدد يكونوا قافلين، وبالذات في القرى الصغيره. يعني عايز يبقى عليك وعلى المدينه، اما تتكلم حد صاحبك يحجز لك ويدفع لك وانت بقى حاسبه بعدين بقى. وده اللي حصل اصلا الماتش اللي فات في ماتش سيمبا. في ناس لما لقيت مش ضامنه ظروفها بعت لاصحابها الايديهات، ارقام الايديهات والحسابات، وهم قالوا لهم ايه حاسبوا وادفعوا ونعمل لك تفويض وكده من ساعه الماتش اللي اتحاسب في الفلوس. دي حصلت قدام عينيا في موضوع الترحالات. يعني في ترحال زي ترحال الزقازيق، كابتن احمد ابو يحيى بيعمل الموضوع ده مع اصحابه، واحد يدفع ويسجل للناس ويدفعوا مع بعض، واللي يدفع يبقى بعد كده يتحاسبوا بعدين. او ترحال شبرا مصر مع كابتن احمد حامد برضه بيعمل نفس الموضوع. وانا واحد من الناس عملت له تفويض، واحد استلم لي التفويض بتاعي. والماتش ده برضه واحد صاحبي بعد ما حجزت ودفعت وخلصت، واحد صاحبي عملت له تفويض هيجيب لي تذكرتي عشان اخدها منه ساعه الماتش، لان هو اقرب للفرع مني، هيروح يجيب 10 تذاكر كمان مش تذكره واحده. يعني هي الترحالات فيها الميزه دي. انا بنصح اي حد عايز يروح الماتشات ينضم للترحالات. الترحال بيبقى فيه ناس فاهمه، ناس اديبه، ناس كبيره بتقدر تخدمك. يعني بيبقى فيه مسؤول لقطع التذاكر، في واحد مسؤول عن التجمعات، هنتجمع ازاي ونتحرك ازاي وخط السير ايه، ولما نخش هنقعد فين، ولما نهتف هنقول ايه وما نقولش ايه، عشان برضو فيه هتافات بتبقى غلط ممكن تعمل مشاكل لاصحابها. مفيش حد يفكر مثلا يخش غلط يخش ببوابه غلط، لا، يبقى كلنا مع بعض ماشيين زي كتله واحده متجمعين، ماشيين صح، ماشيين في السليم، داخلين بشكل رسمي، بنهتف هتافات محترمه. تحركاتنا محدش يقدر يتاخر ولا يتوه ولا يضيع منها في السكه، لا، الناس كلها رايحه مع بعض. متفقين مثلا 20 واحد نتجمع 20 واحد في المحطه الفلانيه، ان كنا بقى ناخد باص او ناخد مترو او ناخد كذا. تذكرتي ولغزها الكبير زي ما قلنا مع الشباب، وبالذات في ماتشات الاهلي بيبقى عليه ضغط قوي في التسجيل. بالنسبه يعني الساعه الكامله كده خلاص، بالنسبه للساعه كده ساعه كامله يعني او مش كامله، هي في 10,000. يعني انا حتى سالت حد من الناس القديمه في الاستاد قال لي لا، في 10,000 بيبقوا فاضيين دايما، مفضيينهم كده يعني بلوك فاضي كده. الساعه الكامله، الساعه الفعليه مش الساعه الكامله، الساعه الكامله اللي خلاص كده بقت كلها اقصى حاجه 50,000. الساعه الفعليه لماتش الاهلي وصن داونز 50,000 تذكره متوزعه ما بين ثالثه شمال وثالثه يمين وثانيه ومقصوره. نتكلم بقى في الاهم، يعني الموضوع الاهم في الماتش بتاعنا سان داونز. ايه الحل والعلاج والروشته الفعليه للفوز على سان داونز؟ يعني هنلعب مرتدات، هنلعب بالدفاع، هنلعب باكرم، لا هنلعب معلول، لا هننزل مروان، لا هننزل قفشه، لا هننزل امام، لا هننزل حسين، لا هننزل تاو. دي كلها تكهنات وكلنا عمالين نفكر ونقول يا رب ايه اللي هيحصل.
بس النتيجه واحده، يعني كل الافكار دي بتصب في النهايه في نتيجه واحده ومؤشر واحد بس، هو الهدف للماتش ان احنا نفوز باكتر من هدف. احنا كده كده لازم نفوز اكتر من هدف، هم سجلوا او ما سجلوش لازم نفوز على الاقل بهدفين. هم لو سجلوا هدف يبقى احنا عايزين نجيب 3، برضه عايزين هدفين. لو هم ما سجلوش خالص وان شاء الله احنا عايزين برضه هدفين عشان نصعد، لان هدف هيدخلنا في قصه ايه، ضربات جزاء، وقصه كده احنا في غنى عنها، والشناوي جامد وكل حاجه، لان هم برضه عندهم جون جامد وجون ممتاز متميز. طبعا هو لم يختبر في الماتش اللي فات، لكن هو جون كويس، واحنا شفنا هو قصاد بيلين من بيتو اتلتيكو، قصاد بيلين الاشهر في افريقيا بتاع اطهر الطاهر. كل نقدر نقول يا رب ان شاء الله ربنا يوفقنا نقدر نعمل حاجه في الماتش ده وان شاء الله نفوز. في اهم بقى الخبر الرئيسي والاساسي في هذا الفيديو، الاهلي عمل بوست او عمل منشور او عمل قرار بعته للكاف بيشتكي فيه من ان احنا في الماتشات الافريقيه الاخيره كلها، الاربع ماتشات الافريقيه، في تحكيم سيء وظلم باين للاهلي يتسبب في تغيير نتائج المباريات. يعني اتحاد العاصمه كان لنا ضربه جزاء ولنا هدف، دول كانوا غيروا مجرى المباراه تماما. في سيمبا هناك لنا ضربه جزاء بتاع الكهرباء، طبعا كنا 0-0 كانت برضه هتختلف تماما. لينا هنا ضربه الجزاء بتاع الكهرباء لما اشترك والجون خبط فيه اتحسبت فاول على الاهلي، وهي اصلا ضربه جزاء لان الكهرباء اللي لمس الكره الاول، برضه دي فيها كلام مهم. طبعا ضربه الجزاء الاشهر بتاعت بيرسي تاو في سان داونز اللي ما اتحسبتش برضه، كانت في الدقيقه الاخيره، كانت ممكن تغير نتيجه المباراه، بدل ما نطلع 1-0 1-1 يبقى انت الهدف ب2، انت تيجي هنا تلعب مرتاح نفسيا. انت هنا انت دلوقتي انت اللي تلعب مرتاح، هم اللي هيجي مستعجلين عشان يجيبوا جون، مش انت اللي تبقى مستعجل تجيب جون. فالاهلي عمل البوست دوت او القرار دوت وبعته للكاف، وان شاء الله هيتم النظر فيه. وانا زي ما قلت امبارح ان طاقم التحكيم سنغالي، عيسى سي هو اللي هيكون يدير اللقاء، سنغالي، ويعاونوا 2 من السنغال، يعني هو الطقم الثلاثه الاساسيين المساعدين وحكم الساحه من السنغال، وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله خير. بس المهم هل قرار النادي الاهلي للكاف هيتم النظر اليه؟ انا واحد من الناس شخصيا، انا حتى امبارح قلتها لما حد سالني، كتبتها في تعليق، الاهلي لو لم يتم تعديل القرارات التحكيميه في المباريات، الاهلي ما يلعبش السوبر الجاي. السوبر الجاي يحتاجوه ان هو يكبروه، فرق اكبر ودعايه اكبر وكذا، والاهلي سيقول له شكرا. ليه؟ سبب الاعتذار عن المشاركه لعدم النزاهه التحكيميه. بهذا الرد، عدم النزاهه التحكيميه. وشوفوا انتوا الفيديوهات بقى واحكموا بنفسكم. لو في نادي بيتعمل معاه كده 4 ماتشات ورا بعض، يبقى احنا فيها كلام تاني زي ما بيقولوا. يعني هو الموضوع ما بانش قوي في سان جورج كنا احنا حاميين في اللعب، خلصنا الموضوع بدري، ما لحقوش هم يقفلوا علينا. لكن لو الماتش كان سجال زي ماتش سيمبا او ماتش سان داونز وفي الهجمه بتفرق، كان فيها كلام كتير. نرجع ونقول ربنا يسترها، وان شاء الله دعواتنا جميعا للاهلي ربنا يوفقه، وان شاء الله الاهلي بكره يكون فورمه ويقدر ينفذ. وبالليل ان شاء الله في فيديو توقعات المباراه وتوقع التشكيل والخطه الامثل من وجهه نظري للفوز على سان داونز. كان معاكم احمد زيكو على ابطال وبطولات، قناتنا وقناتكم، تابعونا وان شاء الله هتلاقوا حاجه لطيفه تليق بيكم. سلام عليكم.